محمد الطاهر. كودويل صار المهاجم الوحيد في المباراة، وفلافيو وجول على الهدف الأول للنادي الأهلي. جول 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 عفوة تقديرية فردية، والأنجولي يهز الدفاع السوداني والفرقة الهلالية ويعطي أسبقية أهلاوية في 6 دقائق قبل نهاية المباراة. تولعت الأنجولي فلافيو أمادو يتلاعب بداريو كان الموزمبيقي ويرفع الكرة بطريقة ذكية ويعطي أسبقية أهلاوية من أحلى تراس في نهاية المباراة. هدف ل0 للأهلي والتوقيع لفلافيو أمادو. هناك عملية دفع بصراحة واضحة على عمار رمضان، كان بإمكان كذلك الحكم السنغالي مامادو ديارا اعطاء ضربة مخالفة. هاي واضحة العملية بصراحة، لابد أن نعطي لكل ذي حق حقه. هنالك مخالفة سيد الحكم مامادو ديارا، كان قبل أن يسجل الأنجولي فلافيو اعطاء ضربة مخالفة لعمار رمضان، ولكن في الأخير نحترم قرار الحكم السنغالي ونقول هدف. رأيك في الهدف الثاني كابتن طاهر؟ ده هدف شرعي واضح طبعا، ما فيهوش كلام يعني. ده هدف واضح. لا أنا وده نتيجه ده نتيجه ده. بص يا كابتن بدر، ايوه، في كره القدم طبعا اما يجي جول في الدقيقه 86 الطبيعي ان بيحصل حاله من عدم التركيز والاتزان. نعم. وفي نفس الوقت اسامه حسن هداف بالفطره، سرعه التفكير ايضا من خلال احمد صديق، شأن فلافيو، شأنه شأن عماد متعب، كل الهدافين اللي هم يعني بيختاروا الاماكن الجيده. شوف اسامه حسني هنا توقع الكرة فين ورايح لها في مكان وعملها بالرأس، يعني نموذجية، عملت بند في الأرض. فكانت صعبة جدا على حارس المرمى طبعا، ودي كانت في لحظات عدم التركيز.